عندك انترنت، عندك موبايل، عندك شات جي بي تي، ما ينفعش ان انت تبقي قاعده وما تدخليش فلوس وانت قاعده. على الاقل تعرفي تدخلي مصروفك، على الاقل تعرفي تدخلي احتياجاتك الشخصيه. انت قاعده بتعملي سكرول والناس تانية بتستفيد من المشاهدات دي، لا انت استفيدي. فلازم تعرفي ازاي تدخلي فلوس. انا عملت لكم سلسله كامله في فيديوهين نزلوا، ده التالت، وهفضل اكمل لكم واعمل لكم فيديوهات اكتر. الدنيا فيها فرص كتيره جدا وفيها شغل كتير جدا، بس لازم نشتغل على الثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا نسعى، نفضل نسعى، ملكوش دعوه بالنتيجه، النتيجه دي بتاعت ربنا. طول ما انا بسعى دايما هوصل، مش شرط هوصل فين، الله اعلم هوصل فين. يعني ممكن ما توصلش للحاجه اللي انت عايزها، بس هتوصل لحاجه احسن او هتوصل لمكان احسن. فلازم طول ما انا ماشيه بسعى، انا لازم اسعى. تاني حاجه لازم يكون عندي صبر، صبر ويقين ان انا لما اسعى ربنا هيكرمني. ممكن مش دلوقتي، يمكن مش بكره، بس اكيد ربنا هيكرمني. تالت حاجه لازم اعرف اركز على حاجه واحده. الناس كلها، كل الناس اللي بتكلمني على انستجرام، احنا متشتتين مش عارفين نعمل ايه. في قدامنا خيارات كتيره، اختاروا خيار واحد وركزوا عليه. ما نجحتوش فيه، روحوا في خيار تاني، جربوا حاجه تالته، حاجه رابعه. فانتوا لازم تركزوا، وقفوا تشتت. كل البنات اللي بتكلمني متشتتين في مليون حاجه، لا ركزي على حاجه واحده. مش شرط تركزي على 4 حاجات، لا ركزي على حاجه واحده وخليكي التوب فيها. هاي يا بنات، عاملين ايه؟ ولو في ولاد معانا اهلا وسهلا بيكم. بس طبعا القناه دي للبنات. عايزه اقول لكم ان انا الشانل عندي قسمتها قسمين. قسم يتكلم عن الاستقلال المادي، ازاي تكوني مستقله ماديا، لان ده طريقك للحريه في اي حاجه في حياتك، لازم تكوني مستقله ماديا. تاني حاجه جزء نفسي، ازاي تطوري نفسك نفسيا. مش نفسيا بقى، انا مش دكتوره نفسيه، انا هكلمكم على حاجات ممكن تخليكوا احسن، تخليكوا تلتزموا، تخليكوا كده. فالشانل عندي جزئين، شوفي فيديو من هنا وفيديو من هنا. تمام. بقالي فتره ما بنزلش بحب الضر لحاجه، قاعده بذاكر لها، نفسي قوي ربنا يوفقني فيها. ادعوا لي، ادعوا لي من قلبكم، من جوه 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 قلبكم. وعملت جروب عشان لو حد عنده حاجه عايز ينزل اي حاجه، عنده مشكله عايز يطلب مني حاجه، اكتبوا على الجروب عادي. وكمان لما بلاقي جوب اوفر مناسب للبنات بنزله. في جوب اوفر تبع عياده امريكيه عايزه حد يدير لهم السوشيال ميديا بتاعتهم، برضو نزلته على الجروب. فاي حد عنده حاجه احط لكم الجروب هنا، واحط لكم اللينك بتاعه في الكومنتات، واحط لكم السوشيال ميديا بتاعتي لو حابين تتابعوني. تابعوني يعني لو سمحت، لو سمحت. وبس يلا بقى نبتدي الفيديو. 3 شغلانات مش محتاجه فيهم لا خبره، ولا محتاجه فيهم انك تكوني خريجه جامعه، ولا محتاجه فيهم يكون عندك لابتوب فظيع، ولا محتاجه فيهم حاجه. محتاجه ان انت تكوني ذكيه بس، حرفيا. اول حاجه اليو جي سي، user generated content. يعني ايه؟ يعني انا شركه دلوقتي عايزه اعرض المنتجات بتاعتي على السوشيال ميديا، بس مش عايزه بلوجر ولا عايزه انفلونسر، ومش عايزه اعمل اعلانات شبه اعلانات التلفزيون فالناس تحس انه اعلان. عايزه عميل شبه الناس يجرب المنتج ده، المنتج ده يحس انه بيته شبه بيته، فواحد بيتكلم من تجربه شخصيه. فالشركه دي هتبعت لك منتج، ايا كان المنتج ده ايه، لبس، اكل، شرب، هدوم، ايا كان المنتج دي ايه، ويبعت لك معاها بادجت. او ممكن لو انت في الاول ما يبعتلكيش معاها بادجت، بس هيبعت لك ان انت تجربي. شركات دلوقتي بدل ما تجيب انفلونسر تدفع لهم 100,000 جنيه 200,000 جنيه، لا انا هجيب مثلا 500 يو جي سي كريتور، اجيبهم يعملوا لي 500 فيديو. ال 500 فيديو دول ينزلوا على السوشيال ميديا، واحد منهم بس لو ضرب هم تمام، وعندهم 500 فيديو يعملوا بيهم اعلانات. فمين الكسبان؟ اللي كسبان اليو جي سي، وكسبان الشركه. المنتج بتاعها انتشر، في 500 شخص نشروا المنتج بتاعهم، فهم كسبانين. محتاجين ايه عشان نشتغل في المجال ده؟ محتاجين يكون عندنا اساسيات التصوير، اساسيات الاديت، نعمل بورتفوليو، نسوق لنفسنا على السوشيال ميديا او نبعت للبراندات، محتاجين شات جي بي تي. 5 حاجات دول بس. اساسيات التصوير هحط لكم لينكات على الجروب ازاي تتعلموا اساسيات التصوير من اليوتيوب. انتوا ممكن تعملوا سيرش لو حابين، ممكن تشوفوا الفيديوهات دي موجوده، هحطها لكم على الجروب. اساسيات الاديت دي من برنامج اسمه كاب كات او في ان، دي برامج بسيطه وسهل انك تعملي عليها اديت، بسيطه جدا. وهحط لكم فيديوهات ازاي تتعلموا اساسيات الاديت من عليها، ممكن تشتغلوا تخصصوا يعني في المجال ده بعد كده. طيب ازاي نعمل بورتفوليو؟ هنعمله من على برنامج اسمه كانفا.
ازاي هنبعت للبراندات؟ هنبعت للشات جي بي تي نقول لهم انا يو جي سي كريتور مبتدئه، عايزه رساله تسويقيه كانه بني ادم اللي كاتبها، عايزه تعرض الشغل بتاعي في مجال مثلا الاكل، مجال القهوه، مجال اللبس، وتاخدي الرساله بتاعته تخليها عندك، تبعتيها بقى للبراندات الكبيره، لسمول بزنس، تبعتيها ايميلات للبراندات الكبيره، ابعتي لكله ان انت يو جي سي. البورتفوليو بتاعك من على برنامج اسمه كانفا، هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه شغلنا، اي حاجه عندك في البيت اعملي لها يو جي سي، منتج جبتوه، كوبايه، طبق، طقم، اي حاجه صوريها واعملي بورتفوليو خاص بيكي وابعتيه. هل هيجيلك شغل من اول مره؟ لا، لازم يكون عندك صبر وتتابعي اليو جي سي كريتور الكبار. اعملي سيرش هتلاقي ناس كتير قوي على تيك توك يو جي سي، ناس كتيره جدا موجودين على تيك توك، شوفيهم هما بيعملوا ايه، بيسوقوا لنفسهم ازاي، كده بيحطوا تيبس للمعلومات الناس اللي هتبدا في مجال اليو جي سي عشان يشهروا نفسهم، فتقعدي وتشوفي الناس دي بتعمل ايه وتعملي زيهم. لازم يكون عندنا صبر لحد ما يجيلنا كلاينت. ريلز اديتور، الناس كلها قاعده على السوشيال ميديا دلوقتي وبتسوق لنفسها على السوشيال ميديا، دكتوره، مهندسه، حد بيتكلم عن البرفيوم، حد بيتكلم عن العربيات، ايا كان، الناس كلها موجوده على السوشيال ميديا 24 ساعه احنا بنشوف ريلز. فاحنا الناس دلوقتي محتاجين ريلز اديتور. طيب الريلز اديتور دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا اديت للفيديو، ناس بتبعت لها النسخه الاصليه وهو بيقعد يقطع الفيديو، بيختار اللقطه الكويسه، بيحط ترانزيشن، نقله ما بين فيديو للتاني، بيحط باك جراوند مختلفه، بيظبط الخلفيه، يظبط الالوان، يظبط الحاجات دي كلها. ده الريلز اديتور، الناس كلها محتاجاه دلوقتي. هل مفيش؟ لا، في ناس كتيره بس المتميزين قليلين، والناس اللي بتفهم الكلاينت قليلين. طيب محتاجه ايه؟ اشتغل ازاي واسوق لنفسي ازاي، الاقي الشغل ده فين. تمام. محتاجه ايه؟ محتاجه ان انت تعلمي اديت احط لكم لينكات والله العظيم لفيديوهات وناس منزلينها على اليوتيوب. المفروض الفيديوهات دي تبقى بفلوس، بجد مفيده جدا ان انتوا تعملوا اديت، وبيشرح معاكي خطوه خطوه. ففي فيديوهات هحط لكم لينك بتاعتها على الجروب بتاعنا، تمام، عشان صعب ان انا احطها هنا. اشتغل ازاي؟ انا دلوقتي اتعلمت الاديت، بس انا ما عنديش حد اطبق عليه، ما عنديش كلاينت، فهجيب الكلاينت منين؟ هتعملوا ايه؟ هتجيبوا من فيديوهات الناس اللي مشهوره زي الدحيح، زي ناصر العقيل، زي اي بودكاست يطلع، صلاح ابو المجد، اي حد مشهور، تاخدوا الفيديوهات بتاعته وتعملوا عليها اديت، وتعملوا صفحات على السوشيال ميديا ملهاش علاقه بحياتكم الشخصيه تماما، صفحات للشغل بس، وتنزلوا عليها الشغل بتاعكم. وانس ان انتوا نزلتوا الشغل بتاعكم، خلاص انتوا بقى عندكم صفحه كامله، بقى عندكم بورتفوليو. نلاقي الكلاينت منين؟ انا دلوقتي اكيد فيديو من الفيديوهات اللي انتوا هتنزلوهم هيضرب 1 2، فاكيد منهم 1 2 هيجيلكم كلاينت. بس وانتوا احنا مستنيين ان الفيديوهات بتاعتنا تضرب، هنروح نبعت للعيادات، هنروح نبعت لمراكز التجميل، هنبعت لاي حد بيعمل كونتنت، اي حد تشوفوه بيعمل كونتنت ابعتوا له السعر، البرايس بتاعتكم، ابعتوا له البروفايل بتاعكم، بروفايلاتكم على السوشيال ميديا عشان يشوفوا شغلكم. ده البورتفوليو دلوقتي. هتحطوا بقى على جروبات الفيسبوك مونتير، اديتور، تعملوا سيرش وتخشوا يعني انا دخلت، انا اصلا كنت عايزه ولقيت ناس تانية كمان طالبين، وهتلاقي ناس كتيره بتعرض شغلها. المنافسه مش سهله، اي مجال فيه منافسه، بس اللي هيميزكم ذكائكم، ان انتوا تشتغلوا بطريقه ذكيه، وان انتوا تعرضوا شغلكم بطريقه ذكيه، وان انتوا تستغلوا اي حاجه فيديو يطلع ترند، اي حاجه تطلع ترند. هتحطوا اسمكم في الجروبات، اي حد هيطلب هتروحوا انتوا تبقوا متابعين الجروب، اي حد يطلب تحطوا البورتفوليو بتاعكم. تمام. تالت حاجه هتحطوا في مواقع العمل الحر اللي قلت لكم عليها قبل كده. عندكم اب وورك، عندكم مستقل، عندكم خمسات. مستقل وخمسات دول طبعا 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 مواقع عربيه، اب وورك ده اجنبي امريكي. فانتوا حطوا شغلكم عليه، فيبقى احنا كده اشتغلنا، سعينا في جميع النواحي، سعينا على السوشيال ميديا ان المحتوى بتاعنا يظهر، شغلنا يظهر، سعينا على الجروبات، سعينا في موقع العمل الحر، واوريدي بعتنا لاي حد بيعمل كونتنت، بعتنا له عياده، دكتور، اي حد بعتنا له عشان يشوف شغلنا.
فلو الخمسه دول ما اشتغلوش اعرفوا ان انتوا محتاجين تطوروا نفسكم اكتر وتشتغلوا على نفسكم اكتر. اخر وظيفه يا بنات، ودي محتاجه شويه شطاره زياده، يعني دي انا خليتها للاخر لان هي اصعب واحده فيهم. الاي اي بروموت انجينير، الناس اللي بتكتب الاوامر للاي اي. يعني ايه؟ انتي مش مهندسه، مش متخرجه من هندسه، ملهاش علاقه ان انتي بتعرفي تكتبي الاوامر. يعني ايه؟ هفهمكم بطريقه اكتر. في برنامج مثلا اسمه كينج اي اي، ده بيحول من الكلام المكتوب بيحوله الفيديو كانه متصور في استوديو او كانه متصور عادي. فانا ما اعرفش اكتب له الاوامر دي. شات جي بي تي لما بنطلب منه حاجه بيرد علينا بمنتهى الغباء ومنتهى السطحيه. ليه؟ لانه المفروض اكلمه بطريقه معينه، بطريقه اوامر معينه عشان استفيد منه. فانا كشركه محتاجه حد يكون فاهم يكتب الاوامر دي عشان يخلي لي الشغل بتاعي من هنا يخليه هنا. كل النتائج اللي بتاخدوها من برامج الاي اي دي نتائج بسيطة جدا. عارفين لما يقولوا لكم اكتبوا خدوا الجمل دي اكتبوها عشان يطلع لكم صورة احترافية، عارفين الترندات اللي بتطلع؟ مرة لابس الفرعوني، مرة تكوني لابسة بدلة وبتتمشي في شارع فرنسا. شايفين الأوامر اللي بتتكتب دي؟ في حد متخصص بيكتبها، اسمها AI Prompt Engineer. دي كل اللي انت محتاجاه، ان انت تكوني واخده الكورس بتاع الاي اي بروموت انجينير، وانا نزلته قبل كده الكورس ده وهنزله تاني على الجروب عشان يكون متثبت وموجود عنده. تمام؟ فالاي اي بروموت انجينير ده كورس انت هتاخديه. طبعا في مستويات للموضوع ده، بس ممكن تبتدي من مستوى بسيط وتطلعي بعد كده لمستويات ادفانس. هتاخدي الكورس ده موجود على كورسيرا ببلاش، يعني ما عندكيش اي حجه. انتي هتشتغلي AI Promote Engineer، مهندسة الأوامر لل AI. فده الفيديو بتاع النهاردة، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله يكون استفدتوا. أنا هكمل في السلسلة دي إزاي تكسبوا من البيت لحد ما كل البنات إن شاء الله يا رب يكون عندهم شغل. أنا بحاول على قد ما أقدر أكون موجودة معاكم على الجروب عشان لو في شغل أو حد بيسألني إزاي أعمل ديجيتال برودكت أو حد بيسألني في حاجة في الكومنتات. ولو حبيتوا الفيديو ده اكتبولي في الكومنتات.